السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الف مبروك لكل الاهلاويه في كل مكان. 3 نقط وفوز غالي للنادي الاهلي قبل التوقف الدولي، دي الحاجه الايجابيه اللي في مباراه النهارده. انت كسبت 3 نقط قبل التوقف الدولي، ريحت من ضغط جماهيري وضغط اعلامي، وان كان الضغط الاعلامي سيستمر معانا فتره كده بتاعه التوقف ويمكن لحد ما نرجع تاني، بخصوص ضربه جزاء احمد كوكا ضد رشيد، او لرشيد ضد احمد كوكا. الكوره بصراحه يا جماعه فيها شك كبير، يعني لما اتعادت انا شفتها وحسيت كده للوهله الاولى انها ممكن تكون ركله جزاء، ولكن الحكم لم يستدعي، او حكم الفار لم يستدعي حكم الساحه، والكره عدت. الله اعلم، انا مش خبير تحكيمي ما اعرفش، بس بقول لك فيها كلام وفيها شك، ممكن كان فيها يعني. انا ما اعرفش طبعا، هيعيدوا ويزيدوا فيها ويعملوا عليها استوديوهات تحليليه وهتسمع فيها كلام كتير، ولكن احنا كاهلاويه بنقول لك فيها كلام. تطلع بقى تقول لي في ضغط وفي ترهيب للحكام بعد الحوار بتاع محمد عادل وابراهيم فايق وبتاع. بالمناسبه تمت النهارده اقاله لجنه التحكيم بالكامل، وتم تعيين الكابتن ياسر عبد الرؤوف رئيسا. وبالمناسبه جاله الخبر، الله اعلم هم قالوا له كانوا منسقين معاه ولا لا، بس هو جاله الخبر اثناء تقديم وتحليل لمباراه الاهلي وزد على قناه اون تايم سبورتس. فالراجل بين الشوطين لا بيحلل يعني في امان الله الحالات التحكيميه في العادي يعني، فقالوا له الف مبروك يا كابتن ياسر، انت بقيت رئيس لجنه التحكيم وتمت اقاله اللجنه اللي فاتت، والف مبروك ليك وربنا يعينك. محمد فضل قال له توحشنا يا كابتن والله، ربنا يعينك على اللي جاي، يعني ربنا معاك، انت داخل على ايام صعبه. فهو فعلا الراجل داخل على ايام صعبه، ادينا شايفين من اول جوله في الدوري واول مباراه يعني، واول مباريات عامه بتحصل مشاكل كبيره والموضوع بيتطور ويوصل لنيابات وبتاع. فيعني ده التحكيم في مصر اخر كام موسم يعني، ده لا يخفى على احد يعني. فالنهارده الركله دي او اللقطه دي يعني فيها هيكون فيها كلام الفتره اللي جايه، ولكن النهارده كولر هو اللي حطنا في المشكله دي ولا اللعيبه. صراحه انا شايف ان كولر يعني رجع خطوه لورا بعد التقدم اللي هو عمله بعد مباراه الزمالك ثم العين ثم سيراميكا. كولر اخد خطوه كده وبدا يبقى الكلاسيكي التقليدي العادي بتاع الدوري اللي هو متعودين عليه من الموسم اللي فات. ليه بقول الكلام ده؟ لان انت قدام ماتش سيراميكا اللي ظهرت معاك في السوبر المصري وقال لك سيراميكا اقوى من العين واصعب من العين، والاهلي ما عرفش او فاز على سيراميكا بالعافيه وطالع من الماتش ده مجروح، وسيراميكا كان يستحق الفوز وانت كنت ادائك وحش ولكن فزت بالحظ او يعني زي ما يقولوا. ولكن في النهايه انت لعبت سيراميكا تاني، علمت على سيراميكا وديتها بالخمسه. ف اثبت كولر ان هو اقوى من ايمن الرمادي، وتكتيكيا وهجوميا ولما بيضغط عالي بيوقف اي فريق. النهارده ليه كولر اخذ الخطوه دي لورا انا مش عارف. بدات الشوط الاول اول 20 او 30 دقيقه مستحوذ استحواذ كامل على الكوره، سجلت وطاهر محمد طاهر عمنا بنقول له يعني مبروك وشابوه لطاهر، واستمر يا ريت على المستوى ده من التالق، واحنا كلنا معاك ياما جينا عليك بصراحه، فاحنا وراك واهو بندعمك وبنساندك. الجناح الجديد، الصفقه الجديده للنادي الاهلي، احنا بدانا نعتبرك كده في ظل ان احنا عندنا رضا سليم وبيرسي تاو، الاثنين الاجانب المحترفين الجناحين اللي عندنا مريحين دكه. واحد بينزل في الدقيقه 96 ونزل عامل لك كده مش عارف بوشه اللي حالف فيه كابوريا في ده مش عارف ولا ايه، وزعلان قوي. طبعا هوجو بروس اداله كلمتين في جنابه وقعد يقول لك ما بيشاركش وما بيلعبش، وعشان كده ما استدعوش للقاء للتوقف الدولي يعني المنتخب جنوب افريقيا. فنازل قرفان علينا يعني كده بيرسيتا. ورضا سليم قاعد على الدكه عامل لك كده وحاطط الكاميرا لما جت عليه حط البتاع الماسك على وشه كده وقاعد. ما عندك قفشه الراجل قاعد لابس الفانيلا والشورت وقاعد مستعد ينزل، ومع ذلك ما نزلش وما قلبش وشه علينا يا عم رضا وبتاع. انت شكلك ماشي فعارف اللي فيها، او كولر كده كده ما كانش هيلاعبك، فانت قاعد ايه لابس اللبس بتاعك ومقفز وقاعد ومكبر دماغك يعني. ولكن تبص على قفشه، عجبتني لقطه قفشه بصراحه في بره على الدكه لما قاعد ماسك اللي هي السبحه الالكترونيه دي وقعد بيسبح الراجل. الرضا اللي عنده والصفاء والسلكان اللي عند قفشه هو اللي بيخليه لما بيشارك حتى 5 دقايق بيظهر. ولو كان شارك النهارده كان شكل الاهلي هيختلف في الشوط الثاني وهقول لك ليه. ولكن خلينا نتكلم بعد الاهلي ما سجل الهدف بعد في مبكرا يعني في الشوط الاول. نزلت الشوط الثاني كنت متوقع ان كولر هيعمل زي ما عمل في ماتش سيراميكا، ولكن تكتيكيا ما كانش ينفع ده يحصل، وهقول لك ليه برضه. لما حصلت الإصابة اضطراريا لرامي ربيعة اضطر كولر إنه ينزل كوكا مكان رامي وينزل لك عمرو السولية في نص الملعب. ده يدل على حاجة مهمة جدا، الأهلي ما عندوش مدافع تاني قاعد بره. ياسر إبراهيم مصاب، ما زلت أصلا أنت خالد عبد الفتاح ده بتلعبه، ده مش مكانه، الراجل باك رايت بيلعب بيسد لك خانه لحد اصابه ياسر ابراهيم، ومكان واحد قاعد بره اللي هو يوسف ايمن. ومع ذلك لما اتصاب رامي ربيعه فالمفترض والبديهي ان هينزل يوسف ايمن مكان رامي، ولكن ده ما حصلش. الراجل رجع كوكا مكان رامي وحط
عمرو السولية في نص الملعب مكان كوكا، وده يدل ان الراجل اللي انت محسوب عليك وجايبه بالدولارات اللي هو يوسف ايمن مش بيشارك ومش هيلعب ومش مدافع. انت مقعد واحد بره على الدكه ولا احنا عارفينه هيلعب ولا مش هيلعب. مدافع ايه اللي جاي يلعب؟ واحد وسط نص ملعب بيلعب مكانه ويلعب عليه، وواحد باك رايت بيلعب عليه في ظل اصابات قلوب الدفاع الاساسيين اللي عندك. فكده بالسلامه يوسف ايمن. اعتقد مش عارف، ممكن حتى قبل ما تخلص فتره عرضه يا ريت نتصرف ونشوف قصه المدافع، لان احنا كده هيبقى في ازمه كبيره جدا. لو رامي لا قدر الله يعني سلامات عليه، الف سلام عليه ويرجع ان شاء الله بالسلامه، ولكن في حال ان الاصابه بتاعت رامي طولت وياسر ابراهيم ربنا يشفيه ويعافيه بسرعه برضه، الاثنين قلوب الدفاع اللي عندك مفيش. هتلعب بمين؟ هتلعب بكوكا وخالد عبد الفتاح اللي هم مش مكانهم اصلا، وكوكا اللي يكاد ان يتسبب لك في ضربه جزاء في اخر الوقت في الشوط الثاني، ويبقى النتيجه تطلع تعادل وتخسر نقطتين في بدايه الدوري في ثاني ماتش. فمش عارف، لازم نشوف حل بسرعه في موضوع المدافع ده بصراحه، لان احنا كده بقينا في ازمه كبيره. كنا بنقول جناح والحمد لله ربنا كرمنا بصفقه جديده، وعندنا طاهر بيواصل التالق للمره الخامسه او تقريبا في 5 ماتشات ليه 6 مساهمات تهديفيه لحد دلوقتي من صناعه وتسجيل. فان شاء الله طاهر يستمر على هذا المستوى واحنا وراه بندعمه زي ما جينا عليه كتير يعني. فشابوه طاهر ويستحق الاشاده والتقدير. الحاجه الايجابيه تقريبا او من الحاجات الايجابيه النهارده ان هو طاهر محمد طاهر رجل المباراه وافضل لاعب في المباراه عن جداره وعن استحقاق. زي ما قلت تراجع كولر للخلف خطوه كان بس الاسباب دي، ان انا مش هقدر اعمل زي ماتش سيراميكا ضغطت عالي ودست لان كان عندي لعيبه وعندي دكه. النهارده شفنا حسين كمان بيتصاب، شفنا امام عاشور طالعين ربنا يسترها يعني على اللعيبه دي. ولو كان مش عارف حسام حسن مستدعي امام عاشور في التوقف قائمه منتخب مصر يعني الفتره بتاعه التوقف الدولي دي ولا لا، ولكن ان شاء الله يا رب تكون يعني بسيطه لامام ويرجع ويتعافى بسرعه، وكذلك حسين الشحات ورامي ربيعه. فكولر ما يقدرش يجازف ويلعب قدام زيد زي ما فتح الدنيا ولعب ضغط عالي قدام سيراميكا، لان العناصر اللي هو اعتمد عليها في مباراه سيراميكا وقدر ان هو يضغط على سيراميكا ضغط عالي بيها ما كانتش متاحه ومتوفره ليه النهارده، في ظل ان هو رجع كوكا ونزل بعمرو السولية اللي بدنيا ما يقدرش يعمل المطلوب من كوكا جنب مروان عطيه وجنب امام عاشور برضو اللي خرج ونزل مكانه اكرم توفيق. فانا عندي الناس اكرم ومروان والسولية مش قفشه وامام عاشور واحمد نبيل كوكا اللي اقدر بيهم اضغط عالي على زد وان انا اسجل. بالعكس انا هحاول بالناس دي بس ان انا اوقف ضغط زد والعب على التحولات والعب على الكره المرتده الهجمه المرتده. وان لم يحدث هذا فانا هخرج بالنتيجه اللي انا راضيها اللي هي 1-0، وده اللي حصل في هذه المباراه. كمان لما نزل كهربا حسيت ان خلاص كولر فعلا هيلعب تكتيكيا. هو كهربا الراجل بقاله 50 يوم ما بيلعبش وما بيشاركش، فخلاص حسيت ان كولر راضي بالنتيجه 1-0. انا هقفل هلعب على المرتده، جت لكهربا ما جاتش خلاص، وطبعا ما جاتش كهربا ما كانش طبعا مش هنقدر نقيم لسه وجود كهربا من عدمه لان دي اول مباراه ليه زي ما قلنا بعد فتره غياب طويل. يحيى عطية الله بصراحه اللي الراجل ده محيرني معاه، بدا ياخد لقطه العارضه من واحد صاحبنا كده اللي هو كلكم عارفينه. فالعارضه النحس بتاعها ساب الزبون ده وراح ليحيى عطية الله. عايز اقول لك على حركه بيعملوها اللعيبه المصريين يا يحيى، يا ريت يعني حد يقول له يا عم قفشه ولا وسام انتوا شكلكم عارفينها الحركه اللي احنا بنعملها دي، اللي هو تجيب البلف بتاع الكوره يبقى في النص كده والجزمه تخبط في الكوره. يعني هي فيها توفيق من ربنا للمره مش عارف الكام 3 الرابعه او الثالثه او الرابعه اللي بيحصل فيها ان يحيى عطية الله بيسجل الضربه الحره وبتيجي في العارضه وبنتحرم من اهداف عالميه بصراحه ليحيى عطية الله. يا رب ان الفتره اللي جايه يكون فيها توفيق ان شاء الله تسجل، ومع استدعاء كمان يحيى عطية الله للمنتخب المغربي هتلاقي في تطور وتقدم كبير في مستوى يحيى عطية الله الفتره اللي جايه، وهذا ما نتمناه. طبعا النهارده زي ما قلت ياسر عبد الرؤوف تعين الرئيس لجنه الحكام. نتمنى الفتره اللي جايه بعد التوقف الدولي ده نرجع نشوف مفيش المشاكل اللي بتحصل في التحكيم اللي حصلت في اول جوله وتاني جوله زي ما شفنا اخيرا في مؤخرا يعني المشاكل اللي بنعاني منها ونيابات وبتاع. ابراهيم فايق حتى رد على المحامي بتاع محمد عادل وقال له مصر كلها عارفه ان ده صوتك وانت عارف انه ده صوتك واهلا وسهلا، يعني انت عايز ترفع قضيه انا ارفع قضيه بسب وقذف وتشهير اللي عمله المحامي العدوي تقريبا اسمه بتاع الحكم محمد عادل، رفع عليه يعني هو الثاني قضيه. والنهارده لما لجنه الحكام اقيلت بواسطه الاتحاد المصري ده بيدل بشكل كبير ان في
حاجه حقيقيه، ان ده مش تسريب، ان ده حاجه حقيقيه. ربما ان انت لجنه الحكام شايفه او اتحاد الكوره شاف ان مش هينفع لجنه الحكام دي تكمل، في ظل اكيد عرضوا واستعرضوا يعني الحاجات اللي حصلت في المباراه، واهمها لقطه ضربه الجزاء بتاعه البنك الاهلي، وشافوا انه خلاص لجنه الحكام دي مش هتنفع تكمل. وانا شايف ان الكابتن ياسر عبد الرؤوف راجل محترم ان شاء الله، ويظل على الحياديه وعلى الشفافيه اللي هو كان فيها قبل ما يكون رئيس لجنه الحكام، ومعاه كمان توفيق السيد، ومعاه 2 تاني تقريبا مساعدين. فربنا يعني يكرمهم ان شاء الله، ونشوف مستوى تحكيمي عادل وناجز في القرارات بتاعته. طيب ايه تاني عندنا؟ زي ما قلت ان هو النهارده ما كانش هينفع يدفع كولر يعني بقفشه، عشان الماتش بقى تكتيكيا مش هينفع نلعب فيه ضغط عالي على سيراميكا، وكان محتاج اكتر لاكرم توفيق جنب مروان عطيه، ومعاهم السوليه بيسند في الحته دي شويه في وسط الملعب. زي ما قلت الاهلي كده محتاج مدافع، الاهلي محتاج مدافع. كنا بنقول المهاجم والجناح وبتاع، وسام ابو علي النهارده طالع زعلان طبعا ما سجلش، ولكن يا عم وسام هي مش ماشيه على طول، ما تزعلش ان شاء الله، ربنا يكرمك، لسه الدوري طويل، وان شاء الله هتبقى هداف الدوري ان شاء الله، يعني في ظل ان تكمل على مستواك. كهربا الشويه اللي نزل فيهم مش هينفع نقيمه فيهم. الشناوي برافو مكمل على مستوى كويس، ودي عاده محمد الشناوي. خالد عبد الفتاح لازم نقول له شابوه ونشد على ايده كده، نقول له برافو يا خالد، انت مش بتلعب في مكانك، بتلعب قلب دفاع، ولكن انت بتأدي يعني مهمه كبيره وعظيمه، وبتأديها بإجادة الحمد لله. لما نزل كوكا جنبك طبعا الاداء اختل شويه، مش هيبقى زي رامي ربيعه اللي هو مركزه الاساسي. كوكا لسه الدنيا معاه مش عارف يعني، هو خالد اصلا مش مكانه، فاحنا لازم يا جدعان محتاج مهاجم، الاهلي محتاج مدافع، الاهلي محتاج مدافع بسرعه. يوسف ايمن اللي قاعد قد كده ما تحسبوش. وطبعا في فتره الانتقالات الشتويه اتسال كولر بعد المباراه في المؤتمر الصحفي هل على قصه رضا سليم وبيرسي تاو، لان احنا لسه في نوفمبر ولسه في يناير هنشوف الدنيا، واكيد طبعا انا شايف ان هم رضا سليم او بيرسي تاو او ربما الاثنين مش مكملين في الاهلي. انت عندك دلوقتي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بيلعبوا بشكل كويس، والاثنين المصريين مقعدين الاثنين الاجانب المحترفين بره، الفايده دولارات بتدفع يا باشا ورواتب شهريه على ايه؟ طب ما انا لا اما اجيب ناس تخدمني، لا اما الناس دي تمشي واجيب ناس مصريين، فاكيد اي حد هيقول كده يعني. فالاهلي هيفكر الفتره اللي جايه في جناح ومهاجم اجانب مكان رضا سليم ومكان بيرسي تاو، ودي خطوه لابد منها مع المدافع، يا ريت برضه يكون مدافع محترف. الحمد لله، ده كل يعني الحمد لله ده كل حاجه كانت النهارده عندي. تلخيصا لما سبق، فوز مهم، فوز صعب على فريق كان ند في خلال معظم اوقات المباراه رغم استحواذ الاهلي، ولكن كان ممكن يخطف منك التعادل ويخطف منك نقطه، كانت هتحطك في ضغط اعلامي وضغط جماهيري قبل التوقف الدولي، وكان هيبقى تعثر مش لطيف في بدايه الدوري. ولكن الحمد لله قدرت كنادي اهلي وككولر انك تخطف الفوز في المباراه دي وتاخد ال3 نقط. وطاهر محمد طاهر زي ما قلنا رجل المباراه واهم لاعب كان النهارده في الملعب. لعيبه محتاجه بس تركز فتره التوقف الدولي دي، اللي هيروح المنتخب او اللي هيبقى فيه استشفاء وبتاع بالناس، بالذات للناس المصابين، الف سلام عليهم، سواء رامي ولا امام ولا حسين الشحات. ان شاء الله تكون اصابات بسيطه والتعافي والاستشفاء بتاعها يكون سريع، يرجعوا بسرعه، واشوفكم على خير. الف مبروك للنادي الاهلي، فوز مهم في الدوري، ونكمل ان شاء الله في فيديو تاني بعد هذا الفيديو على فيسبوك لو حابين تتابعوني. ابو تميم كان معاكم، يعني لو اللي مش عارفني، واعتقد ناس كتير مش عارفاني لسه، يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك. لو مكمل معايا لحد هنا يبقى انت شابوه كبير ليك، الف الف شكر والف تحيه. لو عجبك الكلام او ما عجبكش حتى، يا ريت تدوس لايك وشير وتشترك في القناه، وتشترك عندي على فيسبوك ابو تميم بالعربي وبالانجليزي. وشرفت بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.